بنقول دايما ان البدايات مهمة، لان في اي بداية بطولة او مباراة بيكون في ايدك يا اما تسهل الموضوع لنفسك يا اما تصعبه على نفسك وتدخل في حسبة بيرما. ولكن قبل ما ادخل لكم في اي تفاصيل اليكم المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالاحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس امرا. قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في اول كومنت، تقدر تعمل اد وفولو. صلي على رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعات النادي الاهلي ونادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا تشتعل بعد فوز اليوم نادي المريخ السوداني على فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 عشان يصعد المريخ في المركز الثاني خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 6 نقاط، والمريخ برصيد 4 نقاط بعد تعادل وفوز. شباب بلوزداد بفوز ب3 نقاط، بينما يتزيل الزمالك جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة. وفي الجانب الآخر في مجموعة الأهلي مش تشعل البلد ولعت، ده جابوا نار جنب البنزين. فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني في الكاميرون بنتيجة 2-1 علشان يرفع الهلال رصيده ل6 نقاط، بجانب ماموليدي سان داونز أيضا برصيد 6 نقاط. ثم يأتي النادي الأهلي والقطن الكاميروني بدون أي رصيد نقاط، ولكن الأهلي له مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني يوم 17/3 بإذن الله. ولكن شفتوا الماتش اللي فات، ماتش الأهلي والهلال السوداني، إيه اللي حصل؟ طريقة لعب الأهلي، الميس باس اللي كان بيحصل كتير. لعيبة الهلال السوداني قدرت تستفز لاعبي الأهلي، قدرت تخليهم يغضبوا يخرجوا عن تركيزهم. هدف يعني جول ساذج قوي دخل في الشناوي، ولكن الحمد لله على كل حال. ولكن انا عشان كده بقول بان البدايه دايما مهمه. دلوقتي سان داونز عنده 6 نقط والهلال عنده 6 نقط، وانت لسه صفر، مفيش نقطه واحده حتى الان. اذا انت مطالب بالفوز بكره باي نتيجه وباي شكل عشان ما تبقاش بره البطوله بنسبه 85%، لانك انت عندك لسه هتلعب مع سان داونز، هتلعب الاسبوع اللي بعده، يعني مش السبت اللي هو بكره، السبت اللي بعده هتلعب مع القطن الكاميروني في مصر. بعده بيومين ب 48 ساعه هتسافر لجنوب افريقيا عشان تلعب مع سان داونز تاني، ومن ثم هترجع بعد كده هتلعب في الكاميرون مع القطن الكاميروني يوم 17/3، واخيرا يوم 31/3 هتقابل الهلال السوداني في مصر. اذا انت صعبت الموضوع جدا على نفسك. حتى لو يعني كان بأسوأ الحال لو كنت خرجت بتعادل ما كنتش هتدخل في حسبة، لان لسه بعد مواجهتك لصن داونز هترجع تقابلهم تاني بعد مباراة القطن الكاميروني، لكن مباراة القطن دي كانت مؤجلة ليك اساسا كأول مباراة. فانت هتلعب 3 ماتشات ورا بعض في 10 ايام. عندك صن داونز يوم السبت بكره ان شاء الله، السبت اللي بعده القطن الكاميروني في مصر، الثلاث اللي بعده 3 ايام هتلاعب صن داونز في جنوب افريقيا. اذا انت عندك 3 مباريات في 10 ايام، 9 نقط. هل النادي الاهلي هيقدر يجاري صن داونز ذهابا وايابا؟ ايوه النادي الاهلي يقدر يجاريهم، ده في حاله واحده لو اللعيبه في كامل تركيزها، لو اللعيبه زي ما عودونا يكونوا رجاله في الملعب، لو اللعيبه تكون جاهزه فنيا وبدنيا وتكتيكيا، صدقوني والله يقدروا يفوزوا على اي حد في افريقيا. ولكن انا بتكلم من منطق ان انت صعبت الموضوع على نفسك قوي، ولكن باذن الله رجاله النادي الاهلي قدها ويقدروا يشرفونا، وكلنا ثقه فيهم بفضل الله. اونيانجو حارس نادي صن داونز الحارس البديل بيقول انا فرحان ان احنا هنقابل الاهلي وهو في المستوى ده، واحنا ما عندناش اي لعيب مصاب وكلنا كاملين العدد. انتوا شفتوا الموضوع وصل لفين يا جماعه؟ شفتوا من اللي حصل المباراه اللي فاتت خلى اساسا مين حارس بديل يتكلم عنك بطريقه عامله ازاي. ولكن انا عندي ثقه بان الرد هيكون موجود بكره في الملعب رغم صعوبه المباراه، ولكن كلنا ثقه في الله ثم في اللعيبه الرجاله يكونوا رجاله طوال ال90 دقيقه ويقدروا ينتزعوا ال3 نقاط، لان اي تعادل او خساره بنسبه كبيره جدا الاهلي بره بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. فلازم اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه ويقدروا يرجعوا يفرحونا من تاني زي العاده باذن الله.
حتى الآن الأهلي لم يجدد للمدافع رامي ربيعة عقده. مفيش أي جلسة حصلت ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو أمير توفيق مع اللاعب رامي ربيعة، مما يشير إلى احتمال وليس أكيد، أنا بقول احتمال، بأن يتم إعارة أو بيع رامي ربيعة في حال عدم تجديد عقده هذا الموسم في نهاية السيزون، بأن هيكون رامي ربيعة خارج الفريق. احتمال مش أكيد، أنا بقول احتمال مش أكيد لأن لسه ما جددلوش عقده لحد دلوقتي. يعني بالنسبة لي بصراحة أنا من اللعيبة من الناس اللي بتعشق رامي ربيعة. أنا بحب رامي ربيعة جدا، سواء على صفة شخصية أو في أرض الملعب. أنا بحب اللعيبة المجتهدة، اللعيبة اللي بتلعب برجولة برغم إنه بيلعب في مكان مش مكانه، ولكن هو من اللعيبة المخلصين الموجودين في النادي الأهلي حتى الآن. ده بالنسبة للاعب رامي ربيعة. النادي الأهلي يفسد صفقات الزمالك الشتوية. يفسدها إزاي؟ بأن تم إرسال تقرير للفيفا من جانب النادي الأهلي بأنه كيف تم تقييد ثلاثي لاعبي نادي الزمالك بتاريخ 22/2 رغم بأن القيد اتقفل بتاريخ 31 يناير. عشان كده النادي الأهلي بعت شكوى للفيفا بأنه إزاي في مهزلة حصلت، في حاجة زي ما قلت في الحلقة اللي بتاعت امبارح، حاجة من الاتنين عشان أكون صريح مع الناس. يا إما اللعيبة كانت متسجلة على السيستم لحين الدفع، دي حالة أنا بقول أكيدة. الحالة التانية بأن كان في تبعية من نادي الزمالك مع اتحاد الكرة، ودي استبعدها، مش بستبعدها عشان أي حاجة، أنا بستبعدها لأن لو ده حصل هيتم وقف نادي الزمالك من القيد لمدة عامين أو 3 جايين. هيتم تغريم نادي الزمالك مبلغ مالي والنادي ما فيهوش فلوس. هيتم إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة لا تقل عن 3 شهور. دي القوانين اللي بينص عليها الفيفا في حال عدم مخالفة اللوائح بتاعة الفيفا في كرة القدم. فزي ما قلت أول حالة ودي الأكيدة بأنه هيكون في لعيبة متسجلة على السيستم لحين الدفع، يا إما في تبعية، وفي الحالة دي التقرير اللي بعته النادي الأهلي للفيفا هيكون في كلام تاني خالص بالنسبة لنادي الزمالك. عندنا كمان ان الخبر كمان موجود معايا بان النادي الاهلي حرص على جلب مترجم خاص لبرونو سافيو. ده طبعا بناء على رغبته بان برونو سافيو حابب يكون موجود مع الفريق في الفترة المقبلة، وقال انه مش بيفهم سواء اللغة الانجليزية او الفرنسية، هو عايز حد يتكلم معاه اسباني. زي ما احنا عارفين طبعا البرازيل بيتكلموا لغة اسبانية زيهم زي البرتغال زي الارجنتين، كل دول بيتكلموا اسباني. فعليه وافق النادي الاهلي بانه يجيب له مترجم خاص لبرونو سافيو في الفتره الجايه، لعل وعسى يثبت اقدامه مع الفريق بعد، مش عايز اقول فشله، ولكن بعد يعني عدم توفيقه في الفتره الاخيره منذ قدومه مع النادي الاهلي، بانه ما قدمش اوراق اعتماده سواء لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي او للجماهير بشكل عام في الفتره الاخيره. اخر خبر معايا هو خبر مضحك شويه. بعد تواجده بالامس في مقر اتحاد الكره المصري لكره القدم، رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور دخل وهو بيتكلم عضو في مجلس الاداره، فبيبص شاف صوره الكابتن محمود الخطيب في وسط صور لعيبه موجودين من الدوري المصري، واللعيبه القدامى واللعيبه الحاليين كتير، يعني الصوره متبرزه متعلقه على الحيطه، فدخل يعمل له كده. وانا صورتي ليه مش موجوده معاهم؟ يا سياده المستشار، هو حضرتك كنت لاعب كره قدم ومحدش حط لك صوره؟ حضرتك على الاقل يعني كنت مدير فني ومحدش حط لك صوره؟ انت مستشار محكمه وفي نفس الوقت رئيس نادي الزمالك، على عيننا وعلى راسنا مفيش اختلاف، ولكن الصور المتعلقه دي صور لعيبه كره قدم. هيحطوا صورتك بناء على ايه؟ فربنا يديمكم لينا ضحكه والله العظيم كالعاده باذن الله. بالنسبه لنادي الزمالك يعني انا بتكلم يعني حاجه عليا، انت واحد ما لعبتش كره قدم قبل كده ومالكش علاقه اساسا بكره القدم ومطرود من مجلس اداره النادي الاهلي، هيحطوا صورتك بناء على ايه؟ دي صوره لعيبه كره قدم اساطير سواء في النادي الاهلي سواء في نادي الزمالك او في اي نادي تاني، صورهم محطوطه في وسط لعيبه، هيحطوا صورتك ليه؟ فبكده انا بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت تقدر تعمل اداء وفولو. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم مهما حصل ومهما حدث لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.